في يوم من أيام البحر الهادي، سفينة كانت ماشية لوحدها، من غير صوت، من غير طاقم، ومن غير تفسير. الأكل موجود، الملابس في مكانها، والساعة كانت لسه شغالة، بس البشر اختفوا. دي مش قصة خيال، دي حكاية اسمها سفينة ماري سيليست. والنهاردة هنحاول نفهم ايه اللي حصل وايه اللي البحر قرر يخبيه. دي بداية القصة. سنة 1872 في المحيط الأطلسي، سفينة كانت ماشية في البحر، وفجأة شافت سفينة تانية واقفة، بس مش بترد. يقربوا، ينادوا، مفيش حد. يطلعوا على المركب ويكتشفوا أغرب مشهد شافوا البحر. سفينة ماري سيليست كانت شبه سليمة، الأشرعة مرفوعة، الطعام موجود، والحمولة كاملة، بس مفيش أثر عنف، مفيش دم، ومفيش تكسير. حتى ألعاب الأطفال لسه في مكانها، بس الطاقم كله اختفى. القائد، مراته، طفلته الصغيرة، وكمان 7 بحارة. ولا شخص واحد رجع يحكي. آخر تسجيل في دفتر السفينة كان قبل 10 أيام. كل حاجة طبيعية، الطقس هادي، مفيش خطر. يعني السؤال المرعب، إمتى وليه وإزاي؟ إزاي ناس يسيبوا سفينة آمنة ويركبوا المجهول؟ على مدار السنين طلعت نظريات كتيرة. في اللي قال قراصنة، لكن ما كانش فيه أي أثر صراع. وفي اللي قالوا تمرد، لكن القائد كان معروف عنه الهدوء والانضباط. وفي نظرية قالت إنه وحش بحري، بس كمان ديت مفيش فيها دليل ولا أي أثر. وفي نظرية قالت إن ده انفجار، لأن كان في شحنة كحول ممكن تكون عملت صوت انفجار، وده خلاهم يهربوا ويركبوا قارب النجاة. بس السؤال، هربوا من إيه؟ وما رجعوش ليه؟ البحر مش دايما بيقتل، أحيانا بيخلي الناس تختفي كأنهم ما كانوش. ماري سيليست ما غرقتش وما اتحرقتش، لكن رجعت لوحدها، كأنها بتقول الحكاية ناقصة ومش هتكتمل. علشان مفيش جريمة، مفيش نهاية، ومفيش جثث، في بس فراغ. والإنسان دايما بيخاف من الفراغ أكتر من الخطر. يمكن مش كل سؤال لازم يكون له إجابة، ويمكن في قصص اتكتبت علشان تفضل مفتوحة. سفينة ماري سيليست ما كانتش لعنة ولا معجزة، كانت تذكير إن في أماكن لسه الإنسان مش صاحب القرار فيها. لو عجبك النوع دوت من الحكايات، الغموض، الحقيقة اللي البحر والتاريخ سايبينها من غير نهاية، اشترك واستنى الحلقة اللي جاية، لأن كل لغز وليه بداية قصة.